السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه من وصفات الناس المستعجله او الناس الموظفين او الناس اللي ما بتحبش تدخل المطبخ وتقف كتير، ونحب ان احنا نعمل حاجه سهله وسريعه. النهارده بقى هنعمل سمك فيليه اكسترا قرمشه. يعني مش قادره اقول لكم قد ايه طعمه كريسبي وطعمه حلو جدا جدا، وكله على بعضه مش هياخد معاكم 10 دقايق بالظبط. اعملي بقى سندوتشات، اعملي جنبيه رز، وهنعمل جنبيه سلطه وسلطه الطحينه. بجد اجدعها اكله، ممكن نشتريها من بره غاليه جدا، احنا هنعملها في البيت بكل سهوله وبتكلفه بسيطه. هنبدا على طول بالتتبيله بتاعتنا. بس احب افكرك واقول لك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو اول مره تشوفيني، تابعيني وكمان اعملي شير مع كل اصحابك وحبايبك. النهارده هنعمل مع بعض اي نوع سمك فيليه انت بتحبيه. تقدري تروحي للبتاع السمك، تجيبي سمكه كبيره كده، ايا كان اي نوع سمك. ممكن تجيبي سمك بولتي وتفليه عادي جدا. التتبيله اللي انا هعملها النهارده هي معلقه من كل التوابل اللي انا هقول عليها: كمون وتوم بودره وكزبره وملح، وعليهم 3 عصير ليمون، وكمان عليهم 4 أو 5 فصوص توم مفروم فريش. هقلبهم كويس جدا مع بعض. وطبعا السمك زي ما انتوا شايفين تقدري تقطعيه بالحجم اللي انت عايزاه. يعني انت بتجيبيه طبعا الراجل بيعملهولك فيليه، فممكن حتت كبيره، فانت هتقطعيه زي ما انت عايزه. انا قطعته بالشكل دوت، وهبتدي ان انا اغلفه كويس جدا بالتتبيله، وهتسيبيه لا يقل عن 2-3 ساعات. ويا جماله بقى لو سبتيه قبلها بيوم. بس طبعا عشان احنا بنقول اكله المستعجلين، فاحنا هنجيبها بسرعه وهنتبلها، هنسيبها 2-3 ساعات، وبعد كده هنبتدي ان احنا نشتغل فيها مع بعض. هعملها ازاي؟ هجيب معايا 3 كوبايات او كوبايتين من الدقيق، هطعمهم بنص معلقه صغيره من الملح وحبه توم بودره. طب احنا بنحط توم بودره ليه؟ لان التوم البودره بيعزز الطعم يا جماعه، وبيخلي طعمه وريحته وانتي بتقليه زي اللي بنجيبه من المطاعم بره بالظبط. وكل اللي هيجرب الوصفه ديت بجد هيقول يعني الطعم واو فوق الخطير. هنبتدي ان احنا نغلفه بالدقيق كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نخلص الكميه كلها. طيب ايه بقى اللي هيخلوهن اكسترا قرمشه او كريسبي قوي؟ بخطوه بسيطه جدا. بعد ما هنخلص الكميه كلها بالدقيق، هنجيب بقى كوبايتين ميه نحطهم على باقي التتبيله اللي احنا عملناها، وهنبتدي ان احنا نحط في الميه ونحط في الدقيق كأننا بنعمل فرايد تشيكن بالظبط. وزي ما انتوا شايفين كده هوت خلصت الكمية كلها بالشكل ده. وهحط بقى زيت على النار، واول ما الزيت يسخن معانا جدا هنجربه كده بحتة دقيق. اول ما هنلاقيها عملت كده بابلز كتير، هنبتدي ان احنا ننزل السمك بالشكل ده. هنخليه على نار عالية، ما نوطيش النار عشان ما يشربش معانا زيت وعشان يطلع معانا مقرمش. هخليه بالظبط 3 دقايق او 4 دقايق لحد ما الاقي الكفر بتاعه تماسك وابتدى ياخد معايا قرمشه بسيطه كده. هسيبه لحد ما ياخد اللون الذهبي، وهبتدي ان انا اقلبه. مش هنقلبه اول ما نحطه، امشي على الخطوات دي وهيطلع معاكي احلى سمك مقرمش هتاكليه في حياتك. بعد كده هقلبه ياخد اللون على الجنب التاني، وهنطلعه وهنشوف بقى مع بعض شكله عامل ازاي. بجد كانت ريحته خطيرة. اكيد انتوا شايفين شكل القرمشة بتاعته كأننا عاملين يعني بني. السمك ده بالنسبة لي لازم الطعم يبقى مظبوط، التتبيلة تبقى مظبوطة عشان تاكلي احلى سمك بجد. خلصت الكمية كلها بالشكل دوت، وهنبتدي بقى نجهزه. هتجهزي بقى حبة جرجير كده حلوين، انا بحبه قوي بالجرجير. تعملي بقى حبة سلطة الطحينة، تعملي حبة رز جنبيه للي بيفضل ياكل معاه رز. بس انا من عشاق السمك الفيليه، اعمله سندوتشات واحط معاه جرجير كده وحبة سلطة الطحينة وناكله زيه زي اي سندوتش بنجيبه من بره جاهز. طبعا في اطفال بيحبوا الرز معاه، فاعملي لهم مفيش مشكله خالص. انا حطيت طبقه من الجرجير ورصيت عليها السمك بالشكل ده. طبعا انتوا عارفيني لازم ادوق معاكم، فهتشوفوني وانا بدوق بجد هفتح نفسكم جدا جدا. من احلى الاكلات اللي بحب اعملها هي السمك، لاننا كلنا بنعشق السمك، وبتبقى من الوصفات السهله اللي ما بتاخدش معانا وقت خالص. هتقدمي بقى للاطفال زي ما انت عايزه، هتحط لهم رز، هتحط لهم قطعتين من الفيليه بالشكل دوت، وياكلوا بالف هنا وشفا زي ما هم عايزين. بالنسبه ليا بقى
هجيب رغيف بقى بلدي كده يكون سخن وحلو، وهبتدي ان انا احط فيه الفيليه من جوه. بس طبعا لازم هوريكم شكله من جوه عامل ازاي. اللحم بتاع السمك يا جماعه ناصع البياض. هنا بقى بوريكم الطبقه الكريسبي بتاعه الفيليه، بصوا عامل ازاي، بجد في منتهى الجمال واللذاذه. لو انت معايا لحد دلوقتي ما تبخليش عليا بلايك وتعملي الشير لكل اصحابك وحبايبك اللي بيحبوا السمك الفيليه. بصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي، بجد في منتهى الجمال. جمال ايه وحلاوة ايه اللي انا شايفاه قدامي ده، انا نفسي اتفتحت تاني يا جماعة. طبعا تقدري تجيبي قشر بياض، تقدري تجيبي بياض، تقدري تجيبي سمك شعور فيليه، تقدري تجيبي سمك هامور. انا طبعا كل الانواع بتاعه السمك ديت عرفتها بما اني قاعده يعني في محافظه ساحليه، فعرفت الانواع ديت بجد بيبقى طعمه لذيذ جدا جدا جدا. جبت الرغيف بقى وابتديت احط فيه السمك زي ما انتوا شايفين كده، وكنت عامله حبه سلطه الطحينه، فهبتدي بقى ان انا ايه احط عليه مع حبه جرجير، ويعني هم يا جمل. بجد كان سندوتش فوق الرائع. شوفوا بقى السندوتش ده انتوا بتجيبوه من بره بكام؟ يعني بجد الفيديو ده يحتاج لايك يا جماعة، يستاهل لايك ويستاهل شير كتير قوي قوي. واتمنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم بجد فيه. ويلا بعد ما تشوفوا الفيديو دوت بكرة بقى او اي وقت في الاسبوع روحوا السوق وهاتوا السمك وجربوا، بجد هيعجبكم قوي. وده بقى بعد ما دقت طبعا كنت عماله اقول الله بجد على الجمال. يعني حبه سلطه بقى وقطعي كده مع الرز وعليهم معلقتين سلطه الطحينه، والله على الجمال. السلطه الخضراء دي لازم تتعمل جنب السمك، اي نوع سمك لازم جنبيه سلطه خضراء. بصوا بقى الاولاد كانوا جنبي وكنت باكلهم وكان عاجبهم جدا. ودي كانت وصفه النهارده، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي.